ألف مليون مبروك لجمهور النادي الأهلي. الكاس ال39، الفوز بكاس مصر ال39 النهارده بعد انتصاره على الزمالك بين قوسين الذي لا يستحق الهزيمة 2-0 في الماتش اللي اتلعب في الرياض بهدفي واسيست امام قفشه امام، والفوز اللي جاء بشق الانفس وبعد اخطاء كتيره جدا 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 اتلعبت النهارده في ارض الملعب على مستوى اللعيبه وعلى مستوى الاداره الفنيه وحاجات كتير هنتكلم عنها في تفاصيل الماتش. ولكن قبل ما اخش في التفاصيل عندي جمله صغيره جدا يعني حازه في نفسيتي جامد ونفسي اقولها، لان قبل الماتش كلام كتير بيتقال وشتايم كتير بتتقال على اللي سافر وعلى اللي لعب وموسم الرياض والكلام ده كله. عندي بس هي نقطة صغيرة، يعني أنا مش مع الاحتفالات والمظاهر الكتير والكلام ده كله ورافض الطيارة اللي راحت واللي مش عارف مين والكلام ده، ولكن العيب دايما مش على اللي راح ولا العيب على اللي دعا، العيب على اللي منع. لما يبقى في بلدك هنا أنت ممنوع تعمل أي نوع من الاحتفالات الكروية، فبالتالي سهل جدا ان اي مكان تاني في الدنيا، وخصوصا ان انت رقم واحد في العالم العربي وفي افريقيا، والديربي اللي هو من 3 سنين كان ديربي القرن في نهائي افريقيا اتلعب يعني في صالة ميتم فاضية كمان، بالتالي فرصة كبيرة جدا ان هو يبدأ يدور عليك عشان يكسب ارضية ويكسب جماهيرية. فالعيب العيب دايما مش على اللي راح، لان هو في لعيبة مضطرة تروح لان ده اكل عيشها ووظيفتها اللي ماضية عليها، ودي في الاخر قرارات سياسية، ولا العيب على اللي دعا اللي عايز يكبر نفسه ويعلي نفسه ويكسب نفسه. العيب في الاصل على ان احنا منعنا عندنا الجمهور والكورة بشكلها الصحيح وبشكلها اللي موجود في العالم كله، واحنا اكبر فرقتين في افريقيا وفي العالم العربي بيلعبوا مع بعض. يلا بينا نخش في التفاصيل. الحقيقة بداية ولا أسوأ من النادي الأهلي على مستوى التشكيل والأداء وحاجات كتير جدا. الأهلي اللي بدأ طبعا بمصطفى شوبير اللي بيتألق في الفترة اللي فاتت هو أكبر حسنة النهاردة في لاعيبة النادي الأهلي ثباتا على المستوى طول فترة الماتش، اللي هو بيحل مكان الشناوي بعد إصابته في بطولة أفريقيا اللي فاتت. وخط الدفاع زي ما احنا كنا متوقعين أكيد رامي ربيعة اللي بيحل مكان ياسر إبراهيم بعد إصابته اللي فاتت، وطبعا محمد عبد المنعم. والباكات ان كنت افضل عمر كمال، ولكن بدا محمد هاني لخبرته الاكثر في لقاءات القمه، وطبعا الذي ليس له بديل حتى الان في النادي الاهلي علي معلول. لحد هنا وتمام جدا وما نقدرش نتكلم في اي حاجه. خط النص اول حاجه فيها طبيعيه هي امام عاشور طبعا اللي هو متالق الفتره اللي فاتت، ولكن علامه استفهام كبرى على كريم نيدفيد، لان انا تخيلت ان وجود كريم نيدفيد هو نوع من انواع ان هو نازل يلعب مان مثلا على زيزو. يعني انا كنت متخيل ان قراءه كولر للماتش ان كريم نيدفيد نازل يلعب مان على زيزو، وشايف ان زيزو هو مفتاح الفوز في الزمالك واخطر لعيبه الزمالك وهو احسن لعيب في الزمالك، وده طبعا ما اعتقدش ان احنا بنختلف عليه. فكنت متخيل ان وجود كريم نيدفيد هيكون ان هو يلعب مان على زيزو، ولكن بعد اصابه زيزو طبعا بندعي له ان شاء الله يقوم بالف سلامه، محتاجينه في المنتخب الفتره الجايه بعد ثوبه الجديد مع حسام حسن. ولكن بعد خروج زيزو لقيت ان كريم نيدفيد مكمل معانا للدقيقه حاجه و70 بلا اي مبرر تماما. معاهم عمرو السوليه، صعب جدا يبقى كريم نيدفيد قليل الخبره وقليل اللعب وعمرو السوليه بخبراته ولكن بطء، فكان نص الملعب بالنسبه لنا مهلهل تماما. عمر ما كان امام عاشور هيقدر يقوم بيه لوحده. كهربا اللي لعب النهارده عشان اصابه اسامه ابو علي، واعتقد ان وجود مودست كان نوع من انواع الانتحار، لان مودست في ماتش زي ده هيكون بيسن سكاكينه او الجمهور بيسن ساكين عليه بشكل قوي جدا، فيمكن هو القرار الفني اللي شايف او متفق فيه مع كولر بنسبه كويسه. ولكن على مستوى كمان الاجنحه طبعا تاو وحسين الشحات اللي هو مستمر بيهم كولر، ولكن الشحات النهارده بره ان هو كان خارج الفورمه وخارج التركيز وخارج كل حاجه، كمان توظيفه النهارده ان هو كان يخش كتير جوه نص الملعب ويضم كتير لجوه، مع ان مفيش مسانده من علي معلول في ناحيه الجناح.
فكان الموضوع ضعيف جدا وكان مقلل خطوره الاهلي، رغم ان الناحيه دي عمر جابر بكل خبراته بس هو ضعيف في الناحيه الدفاعيه. ونفس القصه على الناحيه اليمين، النهارده تاو ما كانش متالق تالق رائع على المستوى الهجومي، كان كويس على المستوى الدفاعي ولكن لا كان بيهاجم ولا كان محمد هاني بيسنده هجوميا. وبرده ان احمد فتوح على المستوى الدفاعي اضعف بكتير من المستوى الهجومي، فبالتالي انت عندك نقطتين ضعف مهمين جدا اللي هم الباكات بتوع نادي الزمالك انت ما استغلتهمش، وكان كل شغلك من العمق على مستوى ان حسين شحات بيخش جوه، على مستوى كهربا اللي بينزل يستلم، على مستوى امام عاشور والسوليه اللي بيزيدوا. فكانت كميه محاوله الاختراق من العمق كانت كتيره جدا، رغم ان عمق الزمالك كان مقفول بالضبه والمفتاح لكثره لاعبي خط الوسط اللي لعب بيهم جوميز، وتالق خط الدفاع ان هو قافل الملعب من جوه وانت ما حاولتش تفكر ان انت تفتح الملعب. ضيف على كده ان جوميز النهارده كان عامل حاجه كويسه جدا الشوط الاولاني، ان هو كان بيضغط من قدام مع قله لاعيبه الاهلي اللي هي تقدر تلعب كوره بالرجل. انت ما عندكش يعني غير محمد عبد المنعم وشويه علي معلول، حتى محمد هاني ما كانش قوي. فكانت كل الكور لو ناخد بالنا الضغط العالي ده كان عامل صعوبات على النادي الاهلي ان هو يقدر يعمل تدرج بالكوره وخروج من الكوره بشكل سليم. فكانت النتيجه ان هي كوره رايح جاي كده بين عبد المنعم ورامي ربيعه ثم الى شوبير، وتتلعب كره طويله وتتقطع. فبعد 10 12 دقيقه من الشوط الاولاني ما لقيناش شكل او صوره او حاجه للنادي الاهلي خالص، ما كانش ليه اي خطوره، بعكس الزمالك اللي كان ليه شويه خطوره بتسديده زيزو، وفي تسديده كمان انا مش فاكر مين اللي شاطها، كان الاثنين بيمثلوا خطوره على مرمى الاهلي، ولكن تالق مصطفى شوبير فيهم قدر ان هو يقلل الخطوره دي. فبالتالي انت لو كنت عارف تدرج بالكوره، خط الهجوم كان مفصول تماما، السوليه كان بيحاول لكن مش قادر يقوم بالدور، امام عاشور كتير مايل ناحيه اليمين بسبب دخول حسين الشحات جوه. انا ما اعرفش ليه القرار الفني ده، واعتقد القرار الفني ده اثر كتير جدا على نص ملعب الاهلي، لان انت حتى الوحيد اللي انت قادر تخلي نص الملعب يقوم عليه كان متجنح ناحيه الشمال اكتر الوقت مع وجود السوليه والنجم في نص الملعب، فكان نص الملعب منهار تماما. كان اي مواجهات مباشره بيكسبها نادي الزمالك، اي كور طوليه بيقطعها نادي الزمالك، اي استعاده كوره كان من عند نادي الزمالك ويبدا يعيد الهجمه من اول وجديد. فالشوط الاولاني بنسبه 80% منه كان نادي الزمالك شكله احسن على مستوى الانتشار، شكله احسن على مستوى الوصول للمرمى. اي نعم المرمى ما وصلتلوش بشكل خطر او بشكل يمثل خطوره عاليه جدا، ولكن في الاخر الصوره العامه ان الزمالك كان احسن من الاهلي. طبعا الكل كان متخيل ان انت هتنزل الشوط الثاني بتغييرات كبيره جدا، وخصوصا مع اصابه المفتاح لاعب الزمالك الرئيسي اللي هو احمد سيد زيزو. اتفاجئنا كلنا ان كولر استمرارا للقرارات الفنيه اللي في وجهه نظري خاطئه جدا ان هو كمل الشوط الثاني بدون اي تغييرات، وعلى مستوى شكل الملعب سواء على الاداء التكتيكي او اللعيبه بدون اي تغييرات خالص، يعني لا في تغيير جوه ارضيه الملعب على مستوى اللعيبه ولا حتى نزل دم جديد. واستمر الكلام ده للدقيقه 72 73 لما خلاص اللعيبه انهارت تماما والزمالك بدا يقرب بشكل كبير جدا لل 18. عندك الزمالك بدا الشوط الثاني بنفس الشكل اللي هو فيه شكل من السيطره على المباراه وعلى نص الملعب، مفيش خطوره حقيقيه، ولكن انت ما كانش ليك رده فعل كاهلي لحد بعد الدقيقه حوالي 60 بدا يحصل بقى الخطوره الحقيقيه. ولكن كان هنا مش عايز اقول يعني نوع من انواع دلع في مهاجمين نادي الزمالك، هل هو دلع؟ هل هو خلاص البنزين خلص؟ هل هو عامل السن او ارتفاع عامل السن؟ لان انت بتتكلم على شيكابالا وعبد الله السعيد، رغم ان شيكابالا نزل الشوط الثاني مكان زيزو لما اصيب، وناصر منسي انا ما اعرفش يعني الجزيري اعتقد ان هو في رايي احسن ناصر منسي، فيمكن ده اكتر قرار خطا اخده جوميز النهارده. فبالتالي بدا يوصل للزمالك اكتر، بدا يقرب من خط ال 18 اكتر، بدا يهدد مرمى الاهلي اكتر. هنا بدا يفوق كولر على الدقيقه 72 73 وعمل 3 تغييرات في رايي فيهم 2 كويسين وواحد انا ما فهمتوش او ما فهمتش عايز يعمل منه ايه، اللي هو عمر كمال. انا كنت متخيل لو هينزل عمر كمال هينزله مكان محمد هاني اللي النهارده مش في الفورمه بشكل تام، ولكن لقينا ان هو استخدم عمر كمال كجناح رغم وجود على خط على دكه البدلاء رضا سليم وكريم فؤاد، ورغم ان هو ممكن ينزل موديست ويستخدم كهربا جناح، يعني في حلول كتير جدا غير ان انا استخدم عمر كمال. وده كان تغيير انا في رايي خطا جدا. هل هو كان خايف من الجبهه دي؟ لان مصطفى شلبي فعلا كان ممثل خطوره وكان لاعب على محمد هاني
النهائي بشكل قوي، ولكن في رايي ان بيرسي تاو كان بيساند دفاعيا بشكل جيد، فرايي ان التغيير ده كان اضعف حاجه في الماتش. التغييرين التانيين هم اللي فوق الملعب شويه، هو تغيير كان لابد منه من زمان جدا او تبدا الماتش بيه، وهو مروان عطيه مكان ندفد، لان مروان عطيه رجله في الملعب على مستوى الاداء بقى له فتره كويس. كريم ندفد علامه استفهام كبيره جدا، انت قلت من فتره ان انت بتديله دقائق علشان ياخد على الملعب وياخد على الفرقه ويبدا يندمج واحده واحده، ولكن هل ده ان انا اديله فرصه في ماتش قمه في نهائي؟ اعتقد كان قرار غلط جدا من كولر. وطبعا التغيير الاهم هو دم البلاي ميكر اللي نزل بصوره قفشه مكان عمرو السوليه، اللي فعلا ظهر نتيجته بالاسيست ثم الهدف، وكان الاهلي بدا يفوق جدا. تغييرات على الناحيه الاخرى تغييرات جوميز كانت هايله جدا في رايي، لان نزول ناصر ماهر ادى حيويه لخط النص، بقى كان احسن من اوباما في رايي، فبالتالي بدا يظهر خطوره للزمالك زي ما قلت قبل التغييرات بتاعت الاهلي. لما فاق بقى كولر وعمل التغييرات الثانيه قدر يعدل الاداء ويعدل الماتش ويعدل النتيجه ويعدل كل حاجه، فبالتالي انا شايف ان كولر لعب نوع من انواع القمار في ماتش زي ده. زي ما قلت ندفد كنت متخيل ان هو ماسك زيزو، فضل مكمل لحد دقيقه حاجه و70. عمر كمال اللي بينزل كان تغيير في رايي غلط. عمرو السوليه يفضل محافظ عليه لحد دقيقه حاجه و70 وهو لياقته ما تجيبش، كان قرار غريب. حاجات كتير جدا. حسين الشحات اللي كان بيرميه نص الملعب ويسيب الناحيه او الخط، لان انت كنت تقدر تعمل استرتش اكتر للملعب فتقدر تكسب ارض بشكل احسن. كل دي قرارات فنيه خاطئه النهارده من كولر. قدرت خبرات قفشه مع حماس امام عاشور ان هو يثبت نفسه قدام فريقه القديم، يعدلوا النتيجه مع شويه عزيمه وروح الفانيلا الحمراء واللعب الاخر دقيقه، هدف في الدقيقه حاجه و80 وهدف في الدقيقه حاجه و90 قدر بيها الاهلي يضع يده على الكاس 39 بعد الانتصار على غريم الرئيس الزمالك الذي عمل ماتش جيد جدا في رايي، ولازم يحافظ على التماسك بتاع الفرقه وعلى المدرب، وما يبداش بقى يحصل قرارات عنتريه اللي كانت موجوده ايام الله يرحمه بقى مرتضى منصور، ويقدر الفرقه تكمل بالشكل ده انها توصل لمستويات احسن. مره ثانيه الف مليون مبروك لجمهور النادي الاهلي، الانتصار المهم، ولكن عندك مجموعه علامات استفهام محتاج تجاوب عليها قبل ما الدخول في معمعه النوك اوت في افريقيا والدخول في معمعه ماتشات الدوري الحاسمه بشكل اقوى من كده. ده كان راينا في المباراه. مستني نعرف رايكم، مستني نعرف هل اخطاء كولر دي كانت في رايك هي المؤثره على الشكل ولا كان ايه السبب، واسمع تهانيكم لجمهور الاهلي ونادينا الجميل ان شاء الله في الكومنتات، واشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله. سلام.